فهم استغلوا بقى موضوع الاصلاح الاقتصادي، ويدوا واحد ايه ما يعادل 15 دولار 100 جنيه بتاع 30 دولار، ويروح يرمي له قنبله هنا، خد الشنطه دي فيها شويه بتاع جليزنايت ارميهم هنا، ياخدوا مش عارف ايه، عشان تعمل حاله عدم استقرار في مصر. والجماعات ديت اوعوا تصدقوا انها جماعات عاوزه ديمقراطيه ولا حاجه، ده بيستغل الديمقراطيه عشان يضربوا الديمقراطيه. ولو وصل الحكم هتبقى الديكتاتوريه البشعه. ده يقول لك الحكومه حرام، خدمه في الجيش حرام، خدمه في البوليس حرام، حكام كفره. حكام كفره. طب وانتوا المؤمنين بالله واحنا مش مؤمنين بالله؟ زي ما واحد بيقول لي مره من الاجانب، يقول لك طب ما اذا كانوا كده ما تسيبوهم يعملوا احزاب، تقولوا اضربوا في بعض. قال لي طب ما تسيبهم يضربوا في بعض. يضربوا في بعض، فهمت انه قصده يضربوا في بعض يعني يحاوروا بعض. احنا بقالنا سنين بنحاور معاهم ولا زلنا بنحاور. لكن اذا كان ده الحوار بالكلام كويس، لكن ده الحوار بتاعه ابتدى بدل ما هو كلام ابتدى بالرصاص والقنابل. احنا متلنا قلت لكم في 81 من هذا الموضوع 104 واحد من رجال الشرطه. لما ابتدوا دلوقتي مات من رجال الشرطه. سمعتوا عن ضابط الشرطه اللي الواد في اسكندريه في منطقه عشوائيه شال العيال عشان درع عشان ما ينضربش، فالضابط ما ضربوش وضرب الضابط موته. فبقت المساله احنا ما بنحبش اساله الدماء ولا عساكرنا ولا ظباطنا. لما الاقيك بتضربني هتموتني، طب انا لازم ادافع عن نفسي. يقوم وكالات الانباء اللي بره تروح للمين؟ للجماعات دي وتاخد منها معلومات، ده بيموتونا ويموتونا. الله، طب انتوا ما بتشوفوش بيموتوا الناس بتوع الشرطه؟ والله اؤكد لكم ان ما في واحد من الشرطه عاوز يضرب واحد يموته، ولا واحد مننا. ويقول لك طب هل انت يا ريس مدي اوامر للشرطه تضرب عمال على بطال؟ انا ما اقدرش ادي هذا الامر اطلاقا، ده مخالف للقانون، ده ممكن في وقت من الاوقات اتحاكم، مش ممكن.